شوفي هقول لك حاجه في امور نعود مره اخرى بقى. يعني اصل دي اسم مؤسسه كبيره ما ينفعش ابدا. انا قد اشوف اللي انا بقوله ده في العربيه ده رايي، اما هناك حد، هناك متحدث، هناك مسؤول اعلامي، يعني هناك مدير للاعلام المجموعه كلها الاستاذ ناصر السرامي، هو شغلته دي. شوفي اللي بيتكتب ويتعامل مع يعني كل شيء. مفيش حاجه اسمها كده. يعني انا اذا طلعت اتكلم عن العربيه لازم اخد اذن، يسمح لي، وعقدي مكتوب فيه كده غير مصرح لك. شوف انت هنا بيطلعوا على الهواء، يعني ممكن الواحد يطلع على الهواء يقول اي حاجه على القناه اللي هو فيها. طبعا حقيقي. طب يعني حضرتك بتشوف ليه مبارك اختار شاشه العربيه تحديدا ان هو يطلع؟ انا شايف انه جهل منه، غباء منه، لانه لو كان رجل يفهم لاختار تلفزيون بلد. لو كان بيفهم بمعنى ان انا لو كان بيفهم ما كانش راح يتعالج في المانيا. انا هي اصل الموضوع جهل المستشفى من زمان اصلا. ولو رحت اتعالج في المانيا لازم يبقى دي توصيه من الفريق المصري المعالج ليا ويطلع معايا الفريق المصري، ونقول كده في الهوا انه احنا طالعين عشان في امكانيات طبيه واجهزه طبيه في المانيا مش موجوده في مصر، لكن كرامه الطبيب المصري في الروش. لو هو بيفهم كان هذا الخطاب وهذا الكلام اولا ما كانش اتقال كده، وما كانش اتكتب بالهبل اللي هو كتبه ده، واخد بالك؟ وكان حاطط في تلفزيون مصر، تلفزيون بلده. انت رئيس مصر السابق يعني، بس رجل ضل السبيل. يعني انا شايف ان هو اساء جدا لاعلام بلده، واساء جدا على فكره. هذا هو الاعلام اللي سخفه وشغله خادم له. يعني الاعلام المصري، وزاره الاعلام المصريه مرت مرحلتين. المرحله الاولى وزاره اعلام مبارك في عهد صفوت الشريف، وكنا قلنا مش مشكله هو رئيس مصر يعني. وبعدين المرحله الثانيه كانت وزاره اعلام جمال مبارك، وبعدين ساء الامر فوصلت الى وزاره اعلام جمال وشوزان. بس ادي كل المساله. كانت مسخره، ومصر كامله مسخره لمبدا التمييز. وكل شوفي بقى، اني لا استثني منكم احدا. صلاح عبد الصمد الشاعر العظيم، اني لا استثني منكم احدا. يا سيدتي هذا النظام، نظام مبارك، كان قنبله من القذاره، من ميه المجاري. في لفظ اخر عيب اقول، انفجرت في مصر. فكل المصريين تلوثوا بقدر اقترابهم من المركز. اللي كانوا قريبين قوي من المركز اتغرقوا، ريحتهم فاحت. كل ما تبعدي شويه بيطولك رذاذ، لكن الرذاذ طال مصر كامله. كلنا مسؤولين عن هذه المرحله. ده حقيقي. واستخف قومه فاطاعوه. طيب انا هرجع لحضرتك تاني. انت حضرتك بتقيم يعني الحقبه الاعلاميه في وقت صفوت الشريف ازاي، وانس الفقي ازاي، واسامه هيكل دلوقتي ازاي؟ صفوت الشريف حول الاعلام من اعلام الكيف الى اعلام الكم. عشان كده لقينا عندنا عدد كبير جدا من القنوات. ونكته، القنوات المتخصصه دي بتفتح تمشي في الكوريدور بتاعها تموت من الضحك. كل كشك شاك فعلا. شاك وكل كشك قاعد فيه رئيس قناه، والقناه بس رئيس. القناه رئيس، مفيش اي فحول الاعلام من اعلام الكيف الكواليتي الى اعلام الكم، العدد في اللمون، وطلع في الاخر من العدد في اللمون. ولكن يحسب لصفوت الشريف انه ظل محافظا على هيبه المهنه وكرامه المهنه، فلم يسمح بهد الحيطان اللي جوه البيت الاعلامي وخلاها سداح مداح، الا في حاله واحده، لما دخل مفيد فوزي الاستاذ مفيد فوزي الى التلفزيون. ولكنه حينما دخل الاستاذ مفيد فوزي
دخل الأستاذ مفيد فوزي إلى التلفزيون بمفهوم الصحافة التحقيق الصحفي، زي ما كان بيكتبه في الصحيفة جعله مرئي. كان عمل حديث المدينة زي ما كان بيكتبه، اسمح لي أسألك وأقول لك طب تعالوا بينا نروح نشوف المحافظ. المحافظ قال لنا تحقيق صحفي، شوف حاجة في الشارع ويفضل يتتبعها تحقيقا. وهذا نموذج لكن هي ايه رائع. الحيطان اللي ما هداش صفوت الشريف؟ لا، لم يسمح لدخول كتاب المقال وأهل الصحافة وعباقرة الصحافة المكتوبة، يعني تحولوا إلى مذيعين، إلا أستاذ مفيد فوزي في صباح الخير صحفي بقى مذيع. لكن الأستاذ مفيد لم يسئ إلى التلفزيون أو إلى مهنة مذيع التلفزيون، لأنه جه صحفي فعمل التحقيق اللي كان مكتوب خلاه مرئي. فكان رجلا محترما في مهنته الصحفية المكتوبة، ومحترما حينما عمل مهنته الصحفية المرئية. وأستثني من ذلك حواراته مع حسني مبارك. أما الوزير الفقي أنس الفقي لما دخل قاد وزارة الإعلام بمفهوم الفهلوة، اللعب بالبيضة والحجر، وبكش قول كتير عشان ما تظهرش انك مش عارف، وهو مش عارف فعلا. لانه فعلا لا يمكن ان يكون هناك وزير اعلام لم يدخل الاستوديوهات وخوض التجربه ويعرف ايه الفرق بين الاذاعه والتلفزيون والدنيا ماشيه ازاي وايه الرساله تتعمل ازاي وماذا يقال وماذا لا يقال. ده قصه كبيره جدا. انا قلت لك تربيه دبلوماسي مخضرم اسهل بكتير من تربيه مذيع. وبالتالي شوفي كم سفير عندنا هتلاقي مليون، كم مذيع عندنا هتلاقي واحد او اثنين. مساله باينه. فأنس ضيع كل شيء وحول وزارة إعلام مصر إلى وزارة جمال والشذاذ. وكان وزير البيت بيتك، وزير يجيب كل صحابه كل 27 دور وسخر كل إمكانياته في البيت بيتك. لكن كان في ميزة أنه كان يستشير أحيانا. كان بيستشير مين بقى؟ أحيانا سوزان؟ يعني. لا، كان أحيانا يسأل مين؟ بيقول أنا مش عارف. يعني كان يقعد يسأل ناس وبتاع، لكن كان محكوم بأشياء أخرى، إنه كان عنده الكونسبت اللي شغال عليه الموضوع التوريث. لكنه أساء إلى الإعلام المصري زي واحد كده مشي يدي حقن للناس إيدز. هو قاعد يدي حقن للإعلام في مصر مليانة إيدز غير قابل للعلاج. تقدريش دلوقتي تقولي لواحد صحفي مذيع دلوقتي يا جماعة ممكن حضرتك ترجع تاني يقول لك ده أنا أستاذك، ده أنا اللي بعلمه. كل دلوقتي عبقري، الكل عبقري، والكل عارف، والكل فقيه، والكل مش عارف حاجة. نأتي إلى الأستاذ أسامة. أستاذ أسامة هيكل الوزير الحالي رجل جاء في فترة حرجة جدا لا يستطيع، تحتاج إلى نبي ومحمد آخر الأنبياء، والمهمة لا يمكن حد يتحملها. وهو واضح إن هو جه عشان زي ما قلت لك كان متفرغا لحل مشكلات العاملين في التلفزيون، ولم يكن متفرغا لصناعة الرسالة الإعلامية. وده يخليكي تجاوبي على موضوع مسبيرو وأحداث مسبيرو وكده. لا أنتقده ولكني أشفق عليه. طيب انا هرجع يعني المحور. انا مش هتكلم، مش هقول لحضرتك بس غير حاجه واحده، ان في بعض يعني اولا عايز اسال حضرتك انت ندمان على فتره عملك في المحور ولا لا؟ وثانيا يعني في بعض الناس، يعني احنا بنحب محمود الورواري وهو مذيع الثورات العربيه واللي بننتقل معاه من قناه لقناه، لكن كان عندهم يعني دي شويه من فكره ان الورواري نشوفه على المحور، بما ان المحور كان ليها موقف مخزي في تغطيتها للثوره. صح. انا عاوز اقول لك حاجه، يعني اولا انا سعيد جدا مهنيا بتجربتي في المحور لاني اتعلمت كتير قوي. انا برضه عاوز اقول حاجه، انا لست من اسرى التنظير. يعني ما ينفعش افضل قاعد في العربيه وانظر عن الاعلام المصري. اشتغلت فيه
ما انا ابنه. سبته امتى؟ سبته 95 يعني من 16 سنه. لا ما ينفعش تتكلم عليه دلوقتي، بس انا متابع معلش اشتغلت. لا خلاص، انا جيت اشتغلت وعندي مبرري هو التغيير، لاني كنت شايف الثوره حاجه دخلت كل البيوت وغيرت كل حاجه وبتاع. فجيت عشان اقف قدام كاميرا تلفزيون مصر، جيت عشان اقول اهل بلدي اولى بيا. انا ارى في نفسي وقد اكون مخطئا اني لدي ما اقوله في هذه المرحله. ارى في نفسي وارى في الحاله الاعلاميه المصريه سابقا انها لم تمثل مصر، وانما كانت تمثل اشخاصا زي ما قلت لك، وزاره مبارك، وزاره جمال، وزاره سوزان كده يعني، انما لم تكن وزاره مجلس عسكري، لم تكن وزاره مصر، اعلام مصر. مصر اكبر بكثير جدا من الذين تولوا وزاره اعلام، ومن الحكومه التي شكلت وزارات اعلام، ومن الرئيس الذي شكل الحكومه اللي شكلت وزراء اعلام. مصر دي حاجه عظيمه. هي مصر ايام خوف وايام خفرع ايام عبد الناصر، ايام كل الموت والنور في داهيه، وتبقى مصر خالده. فمصر دي حاجه كبيره قوي. فانا كان لازم اجي ادخل الحاله. الاستاذ محمود امين العالم المفكر المصري الله يرحمه العظيم الذي مات كمدا من النظام السابق، كان يقول لك ايه؟ يعني حينما تكون داخل الحاله تستطيع ان تتحدث عنها، خارج الحاله انت لست جزء منها، فلست لك حقا. فمجيئي الى مصر، الى دخولي الى المحور، تعلمت كتير، وصلت الى النتائج التي وصلت اليها. هتقولي لي بسرعه كده، اقول شوفي، في واحد باخد دكتوراه في 10 سنين، وفي واحد باخد دكتوراه في 6 شهور، وفي واحد عبقري قوي الرساله بتوصله في 3 شهور، لان الموضوع مش مستاهل مجهود كبير. فانا دخولي المحور وقرايه، انا دخلت المحور رئيس قناه، قعدت فيها شهر رئيس قناه، وكملت المرحله الشهور الباقيه في برنامج 90 دقيقه. وأكن كل الاحترام للدكتور حسن صاحب القناه، وجدت منه كل ود وكل احترام وكل تقدير، وكل الناس اللي يعني ربطتني بيهم علاقه، وخاصه فريقي اللي عملت بيه، واللي احترمهم وأقدرهم، بيحبوني وبحبهم جدا وكل شيء. لكن أخذت ما كنت أريد أن أصل إليه من الرسالة، وهي أن المحور جزء من منظومة الإعلام المرئي المصري. إذا كان فيها شيء سيء ففي كل القنوات شيء سيء، هي زيهم تشبههم تماما. هذه الحالة الإعلامية المصرية يعني ليس العيب في المحور، وإنما المحور كانت منتجا لحالة من الخراب السياسي المصري والإعلام المصري الذي فرخها. فهي جزء من منظومة قد تكون عظيمة بالنسبة للناس، لكنها لا تلائم قناعاتي الآن. بس يمكن حالة الخراب دي لسه موجودة فيه؟ موجودة في كل الإعلام المصري الحكومي، ده سيبيكي منه يعني، ده مش طبعاً. لازم نقعد نحن الآن في حرج. المشرحة، عارفة. لكن الإعلام الخاص كنا نعول عليه، لكن كل اللي موجود شوفي حالة اللخبطة اللي اتكلمت عليها في أول لقاء معاكي، التي وصلت والتي انتابت والتي أصابت في مقتل الإنسان المصري، إنه يقابلك في الشارع يقول لي والنبي يا أستاذ هو الثورة كويسة ولا وحشة؟ منتج من منتجات الإعلام. الاسترزاق والنحتة والإعلانيين وليس الإعلاميين هي أزمة الإعلام المصري.